منافسة السيلاوي وشامي مثل منافسة كريستيانو وميسي. ام البيس حاضركن ماضينا يا شوية فنانين. جنسية خطيب لما مروان عراقي لا أردني لا إماراتي لا سوري. أعزائي سيداتي سادتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرة الدرامات الأقوى والأمتع والأشهر بلا منازع. يا جماعة، سارة ملص تعلن حملها أخيراً بعد ما انكشف الموضوع بخطبة سيدرا بيوتي. وبفيديو رومانسي على البحر، سارة وزياد خبروا المتابعين إنهم عم ينتظروا مولودهم الأول، ومن عنا منقلكن إن شاء الله ألف مبروك والخلقة التامة يا رب، ويربى بعزكن ودلالكن. منافسة السيلاوي وشامي مثل منافسة كريستيانو وميسي. زي ما في كريستيانو وميسي في السيلاوي والشامي. القصة انه الفنان السيلاوي صرح بلقاء مع قناة الجديد انه ما في مجال للمقارنة بينه وبين عبود الشامي، لانه هو وياه مثل ميسي وكريستيانو، انه يعني الاثنين لاعبين وجبلين ما بيتلاقوا، ولا يمكن المقارنة بين الفنان فضل شاكر والفنان راغب علامة. ام البيس حاضركن ماضينا يا شوية فنانين. شوية مراوح. ظهر فجأة فيديو قديم لبيسو عم تغني فيه طرب ببرنامج بوليفارد المواهب. والمقطع طلع اكسبلور والناس علقوا. ام البيس لما كانت مطربة مو تبع ترندات. ما بحب ام البيس بس بحب صوتها هون سفاح، مو مثل ما حاحكي خطايا لك مطربة بكل الأغاني إلا أغنية. وانتو مين بتحبوا أكتر، بيسان القديمة ولا ام البيس الجديدة؟ جنسية خطيب لما مروان حديث المتابعين، يعني الجمهور محتار إذا عراقي ولا سوري ولا أردني، لتطلع لما وتوضح إنه العريس سوري شامي أصلي. وانتو خبرونا شو أكتر دراما حبيتوها بنشرتنا لليوم. جايز، العريس سوري وليس أردني وليس عراقي وليس فلسطيني وليس من جنسية ثانية. شامي عريس شامي.